سلام الزوينين. اليوم عندي لكم نصائح دراسيه ولكن ماشي بحال النصائح الاخرين. اليوم غنقدم لكم افضل الطرق باش تنظموا الدراسه ديالكم بلا ما تحسوا بالملل ولا التعب. ويلا نبداو. ولكن قبل ما نكمل تاكدوا من انكم اشتركتوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وتزيد تكبر. ما تنساوش تشوفوا لي فيديو اللي فاتوا. صافي انا غادي نبدا. يلا واول حاجه قبل ما تبداو الحفاظه غتسطروا العناوين الكبيره ديال الدرس. هكا غادي نتفهموا الهيكله ديالو وغادي يولي منظم في دماغك. ما غاديش يبقى داك الاحساس ديال ان الدرس طويل ومعقد. غتكونوا عارفين شنو خاصكم ديروا. بمعنى اخر انكم غتكونوا عارفين الدرا العامه ديال الدرس. اثناء تلخيصكم للدرس او فهمكم ليه ضروري ما تستعملوا الالوان والرموز لان دماغنا ديما كيعقل على دوك الالوان والرموز. باش تعقلوا مزيان ما تنساوش انكم ديروا الوان مختلفه لكل فكره. بالنسبه للرموز ديروا داكشي اللي كيعجبكم. هكا غتكونوا ضامنين ان المعلومات غتبقى لكم في دماغكم لمده طويله. ثالث حاجه شرحوا الدرس بصوت مرتفع. تخيلوا راسكم كانكم استاذ وكتعلم شي حد صغير وغتشرح ليه المعلومه كيف انت ولا انت كتبغيو اللي يشرح لكم. وهكا غادي تثبت لكم المعلومه في دماغكم بلا مجهود كبير. خدموا الخيال ديالكم. حاولوا تربطوا كل فكره بقصه او مشهد. مثلا شي قانون في المات تخيلوا بحال شي لعبه فيها شخصيات. غتبقى المعلومه في بالك بلا ما تحتاجوا تعاودوا تحفظوها في كل مره. راجعوا بطريقه اللي تكون ذكيه. ما تعاودوش تقراو الدرس من الاول كل مره. هادشي هو اللي كيخلي لكم الحفظ ممل وكتكرهوا الدراسه. الحل هو انكم تشوفوا الملخصات ديالكم اللي خاص تكونوا صوبتوها باسلوبكم الشخصي وجربوا تسولوا راسكم وتجاوبوا بلا ما تشوفوا في الدفتر. هكا غادي تعرفوا واش المعلومات بصح ثابته في عقلكم ولا باقي مازال خاصكم تراجعوا. ملي تجلسوا تحفظوا خاصكم تخليو المده تكون قصيره اللي هي 25 دقيقه ولكن خاصها تكون كامله تركيز في القرايه. ملي تكملوها غتاخذوا 5 دقائق راحه. بهذه الطريقه غتحسوا ان القرايه خفيفه وماشي ضغط. ماشي بحال تجلسوا ساعه وانتم التركيز ديالكم في حاجه اخرى. لهما 25 دقيقه والتركيز ديالكم في القرايه 8 ساعات طويله بدون تركيز. واخيرا نبغي منكم انكم تكونوا مرتاحين وهانين لان العقل ديالنا فاش كيحس بالضغط كيكره القرايه. فخذوا نفس عميق وديروا في بالكم مزيان انكم قادرين على اي حاجه. صبروا الذكاء ديالكم وماشي بالجهد بدون فائده وغير خليو جهدكم المورا الباك. واخيرا جربوا هاد الطرق وغادي تشوفوا الفرق الكبير وقولوا لي في لي كومونتير شنو اكثر طريقه عجبتكم. وبغيت نقول لكم ما تخافوا من حتى شي حاجه كلشي فايت وان شاء الله دوزوا ليكزام مزيان. لكن بلاتي ما تنسوش ديروا لي فولو. باي باي.